أحمد أنا في حاجة مخبيها عليك، بس لازم تعرفها. هي صعبة عليا أوي إني أقولها، بس هقولها. أحمد أنا مريضة، عندي إيدز. هو أنت ما بتردش ليه؟ هو أنت عارف؟ والله العظيم أنا كنت عايزة أقولك من الأول، بس أهلي هم اللي خلوني أخبي عليك. وانا مش فاهم انتوا خبيتوا عليا ايه؟ ولا انت فاكر دول شويه برد وهيروحوا؟ طبعا أنت عندك حق، بس هم قالوا إن أنت هتروح مني لو قلتلك، فخفت. لازم تعرف أنا المرض ده جالي إزاي. جالي عن طريق نقل دم، بقالي سنة ونص عايشة معاه، وكل الدكاترة قالوا لي إنه عادي وممكن أعيش حياتي بشكل طبيعي. وانا بالنسبه لكم ايه؟ فار بتجربوا عليه؟ لو مات خلاص، لو عاش يبقى برافو. انت زيك زي ابوك واخوك بالظبط، اكتر ناس انانيه عرفتها في حياتي. أنا مقدرة اللي أنت فيه وحاسة بيك والله. عمرك ما هتحسي باللي انا حاسه دلوقتي. تقدر تروح لدكتور واتنين وعشرة وتتأكد من نفسك. طبعا اروح للدكتور، معلش اقول له انا اسف، اصل مراتي يوم دخلتنا قالت لي ان هي عندها الايدز، صح؟ حرام عليك يا حمد، حرام عليك. مالك يا سعيد؟ شكلك تعبان قوي. أنا كويس أنا كويس. عايز أروح أطمن على ليلى. اطمن، زمانها وصلت بيتها. متهيألي الفرح خلص، نتكلم بقى بجد شوية. مش وقته، سعيد تعبان قوي. بعدين ليه يا مدام؟ ده حلاوتها في حموتها. سيبيني، عاوز إيه يا جميل؟ عاجبني قوي إنك مش همك. على فكرة أنت ممثل فاشل، ده أنت يا راجل مش قادر تصلب طولك. طلباتك؟ متهيألي لو الصحفيين عرفوا إن بنتك وجوزها اللي مدفوع الأجر عرفوا الموضوع هيعملوا لك حفلة فضيحة بجلاجل، هيعملوا عليك فرح، وخصوصا كمان لما يعرفوا إن عندها إيدز هيسألوا هي كانت مرافقة مين في أوروبا. اخرس، قطع لسانك. أنا بس اللي هتكلم، ودلوقتي كله يخرس. اسمع سعيد، من بكرة عاوزك تعمل شوية اتصالات عشان ترجع لي مشروع الإسكان اللي أنت وقفته، لأن السكينة دلوقتي بقت على رقبتك. وعاوز منك حاجة بسيطة كمان، شيك بمبلغ نقول مثلا 50 مليون، ده على سبيل التعويض الفلوس اللي أنا خسرتها في البورصة. وبعد كده نقعد عشان نتفاهم واقول لك انا عاوز ايه. يا سعيد ما سمعتش يعني بتقول لي تحت امرك؟ ها قول، قول يا سعيد، ما تتكسفش.
سيبك منه ده، احنا اللي يهمنا دلوقتي ليلى، لازم نطمن عليها. مالك يا سعيد؟ سعيد مالك؟ سعيد رد عليا، سعيد رد عليا، حد يجيب اسعاف يا جماعه، حد يجيب اسعاف، سعيد رد عليا اسعاف يا جماعه، حد يلعبني، سعيد رد عليا سعيد. انا اللي خلاني اوافق اتجوزك ان انا حبيتك وانت كمان بتحبني. امال انت اتجوزتني ليه؟ حبك ده هو اللي اداني امل في الحياه تاني. انا ماليش ذنب في اللي حصل لي. ليكي ذنب ولا مالكيش؟ اسمعيني. اسمعني انت، اسمعني انت ارجوك. جرب، اديني فرصه، اديني فرصه اعيش تاني، اديني فرصه اسعد، هحاول على قد. انا بحبك قوي. ليلى اسمعيني عشان انا كمان في حاجه عايز اقولها لك. في ايه؟ ايه؟ بابا؟ مساء الخير احمد. عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك؟ مبروك. ميرسي، نورته. ازيك يا احمد؟ ازيك يا حنان؟ اخبارك؟ اتفضلوا اتفضلوا. ازي حضرتك؟ اتفضلي. احمد مالك؟ انت خايف عشان سلمت على اختك وسطها؟ مش لازم تعملي كده. انا عشت مع المرض ده سنه ونص، عارفه ايه اللي ممكن يعدي وايه اللي ممكن ما يعديش. انا مش ممكن اعدي حد ولا اذي حد. أنا آسف. كلفتوا نفسكم ليه بس وانتوا جايين؟ دي حاجه بسيطه. نورين. لسه كنت بقول لاحمد ان انت اموره قوي يا مروه. ربنا يخليكي. هي مش المفروض مامتك هتيجي معاكم؟ اصل ماما اصل طنط ست كبيره وحركتها مش سهله، فاتفقت انا واحمد ان احنا نروح نزورها. تيجي معانا؟ بسم الله ما شاء الله بيتك حلو قوي يا احمد. ربنا يخليك يا حنان. امال كريم اخباره ايه؟ كان هيتجنن ويجي يشوفك، بس انت عارف بقى عادل مرضيش يخليه يجي علشان ما يعملكوش دوشه. الف سلام على والدك يا ليلى. احنا جايين عشان نطمن عليه النهارده. المفروض النهارده جايين تباركوا لاحمد وليلى على الجواز ولا ايه؟ ما احنا حضرتك هنيجي طبعا نبارك، بس قلنا يعني الواجب الاول نيجي نطمن على الاستاذ بابا وليلى. انت عرفتي منين يا حنان؟ حسن قال لعادل. الف سلامه على سعيد بيه يا ليلى. ميرسي قوي، الله يسلمك. متشكرين قوي. هو خلاص بقى كويس وهيرجع بيته ان شاء الله بكره او بعده بكتير. طب كويس الحمد لله. تحبوا تشربوا حاجه في الجنينه؟ قوي. يلا طبعا. اتفضلوا. قولي لي بقى ايه اخبار البشاميل اللي معاكي؟ بشاميل؟ انت ما تعرفيش ان احمد بيموت في حاجه اسمها كوسه بالبشاميل ومكرونه بالبشاميل وكل حاجه بالبشاميل. بجد؟ ماما تعرفي تعملي الحاجات دي؟ طبعا يا حبيبتي. طب هتعلميني؟ طبعا. طب واخبار ماما ايه؟ الحمد لله زي الفل. سلم عليك كمان قوي. كدابه. والله ابدا. بقول لك ايه،
عادل ابتدى يجهز القهوه بتاعته ويجددها بالفلوس اللي انت سبتها له. كويس. شوفي هند. هند؟ يا لهوي يا ماما، انما طلع حته دين بيت يجنن. شفتي المسلسلات التركي؟ اهو حاجه شبه كده. اخوك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. لما قلت له ان انتي بتسلمي عليه ما صدقنيش وقال لي يا كدابه. ومراته استقبلتكم ازاي يا مروه؟ والله دي شالتنا من على الارض شيل، وزعلت قوي ان احنا ما رضيناش نتعشى معاهم. على فكره يا ماما هتيجي تزورنا وبتسلم عليكي قوي. ايه؟ والمعدول اخوكي ما قالش انه جاي معاها ولا هتيجي لوحدها؟ والله دي بنت حلال قوي. مش عارفه الموقف اللي انتي وعادل واخدينه منها ليه، ده ملهوش اي معنى. مروه اتكلمي كويس. مش انت اللي تعلميني انا وامك نتصرف ازاي ولا نعمل ايه؟ والله العظيم انا ما اقصدش، بس انا بتكلم على اللي انا شفته. قولي لي حماه عامل ايه؟ الحمد لله كويس، بس لسه ما طلعش من المستشفى. اصل حمات احمد كانت قاعده معانا، دي ست زي العسل. زي العسل؟ اه والله، وقمر كده تحسيها هنا. والله احمد بقى شكله بيه بجد. بقول لك ايه، كل يوم ساكته. فاتك اليوم ده يا عادل، كان لازم تبقى موجود فيه. سيبك انت، العز حلو، خدم ايه وحشم ايه. كنت هتفرح باحمد بجد. ده الريسبشن اللي كنا قاعدين فيه قد الشقه بتاعتنا دي، ما شاء الله الله اكبر يعني. والله الوسع بيبقى من جوانا يا ست ام كريم. ماشي يا سيدي، عارفه تقصد ايه، راضيين باللي ربنا قسمه لنا الحمد لله. ونعم بالله. اصل الدنيا ما بتقلبش مع حد قوي كده كل يوم. وقلبت على احمد بالسعد والهنا، ما قلناش حاجه الحمد لله. مراته كده حبوبه ووشها بشوش. بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه يا عادل. قولي يا ستي. انا حسيت كده في عيون احمد انه مكسور اكمنك ما جيتش معانا انت وماما. يوه، رجعنا للسيره دي تاني. يا عادل يا حبيبي، ده انا مراتك حافظاك. انت تلاقيك من جواك بتتقطع كده على احمد. ما تبصليش كده. احمد مش اخوك الصغير. انت طول الوقت تقول احمد ده ابني. يلا فرحه كده وخد ماما وروح له. ما هيش عايزه تروح يا ستي، هاخدها غصب عنها. انت لو عوزت هي هتعوز، بس فكر كده. انت عارفه انا قلبي مش مطوعني اعمل اللي بتقولي عليه ده ليه؟ ليه بقى؟ عشان انا زعلان قوي من احمد. انت مفكره سهل عليا ان الواد ده يروح يتجوز كده ومش في ظهره؟ انا كنت عامل حسابي اني هروح اتنطط في فرحه وهيص وارقص، هدخله لحد اوضه النوم بايدي. مسامح كريم بقى يا ابو كريم. دقايق وهيكون هنا ان شاء الله. ثانية. بالراحه 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 بالراحه. لما يجي احمد يا ليلى يبقى قولي لي. حاضر يا بابا حاضر. حضرتك تحب تشرب حاجه تاني؟ لا 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 شكرا. هو انت اسمك ايه؟ اسمي سنية. سنية. عن اذن حضرتك. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. معلش بابا قدامه 10 دقايق، حضرتك اصل جيت من غير ميعاد. انا اسف جدا اتفضل. انك اسف جدا اني جيت من غير ميعاد، بس الحقيقه انا عمال اتصل بيه تليفونه مقفول على طول، فاضطريت اجي على فجأة كده. انا اسف للمره التانيه، بس عشان اطمن عليه. قولي لي انت عامله ايه في الجواز؟ على فكره انا اعرف احمد كويس قوي. احمد ده ولد نبغه، سبحان الله، حظه مساعده. مش فاهمه يعني حضرتك تقصد من اللي بتقوله ده، قصدك ايه؟ لا 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 ما تاخديش في بالك، اللي انا عاوز اقوله مش هقوله دلوقتي. لما اقابل سعيد هعرف هقول ايه وهقوله لمين. اهلا 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 اهلا.
اهلا بالعريس الهمام، اشجع عريس قابلته في حياتي. هو قابل بابا ولا لسه؟ لا لسه، بس زي ما انت قلت. بص انا مش هفترض سوء النية، بقول ان انت فعلا جاي تزور سعيد بيه. الله، في إيه يا احمد؟ سعيد ده حبيبي. الله، وسعيد بيتاخر كده ليه يا جماعه؟ ألف 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 حمد لله على السلامة يا سعيد. أكتر واحد زعلت عليه في مرضه هو أنت. انا كنت متاكد انك مش هتستنى اكتر من كده. عارف يا سعيد، عارف أنا زعلت عليك ليه؟ لأنك وقعت مني في نص الجولة، بس أنا اتعاملت معاك بشرف. استنيتك لحد ما ترجع لوعيك عشان تعمل اللي المفروض تعمله. اللي هو ايه بقى؟ يا سعيد، احنا هنتكلم قدامهم ولا ايه؟ يا ريت حضرتك تأثر وتجيب من الآخر. أنا بابايا مش محتاج إزعاج خالص دلوقتي. اوكي. مشروع الاسكان اللي انت ضيعته يا سعيد، لانك سلطت شويه موظفين في الوزاره عشان يضيعوه مني. المشروع ده يرجع لي، والفلوس اللي انا خسرتها طول الفتره اللي فاتت في البورصه، واعتقد انت عارف هي قد ايه، الفاتوره دي عندك برضه. ده حقي، حق يا سعيد، ولازم يرجع لي. والمقابل إيه؟ نعم؟ زي ما سمعت كده بالظبط. المقابل إيه؟ المقابل يا هانم يا بنت سعيد باشا الكومي ان ما فضحكيش. يلا ابوك اشترى واحد عشان يتجوزك عشان ما تتفضحيش. اسمع يا جميل، بعد اذنك يا حماية، تخيل انا كنت متخيل انت اسرع من كده بكتير. انا وليلى اتجوزنا خلاص. واقول لك على حاجه، هي جالها الايدز مني، جالها من ناموسه قرصتها، جالها وهي نايمه في المنام. الموضوع دلوقتي مش فارق معاها ولا معايا ولا مع اي حد. الموضوع ده يا احمد انا بعد اذنك بس، بعد اذنك يا حماية، دلوقتي هو بيتكلم على مراتي. لو انت جاي عشان عايز حاجه تيجي تاخدها بس بالادب. انا عاوز اعرف انت بتتكلم بصفتك ايه؟ احمد هو اللي بيدير المجموعه، وهو المسؤول عن كل حاجه تخصني. ومتهيألي مش حاجه صعبه خالص على سعيد بيه ان هو يرجع لك المشروع بتاعك. اما بالنسبه للبورصه بقى فده محتاج انا وانت نتقابل بره، بس بره البيت يعني. نعم. انت حضرتك هتتشرط عليا كمان؟ هي قواعد اللعبه كده، الاقوى هو اللي بيحط شروطه. وبعدين الكارت اللي انت كنت فاكر ان هو مهم دلوقتي ما اسموش ولا حاجه، لان ليلى قررت تفتح اكبر مركز لعلاج مرضى الايدز وتقال ان هي واحده منهم. متهيألي بقى لازم تمشي علشان سعيد بيه محتاج يستريح. ماشي يا احمد، استني تليفونك. ثانيه، وصلي البيت. انت صح هتعملي كده؟ هعمل ايه؟ مؤسسه الايدز اللي بيقول عليها دي؟ لا لا يا سعيد بيه، دي فكره جات لي كده وانا قاعد. هو الراجل ده كان جاي هنا عشان يهددك بمرضي؟ لا يا حبيبتي، لا. هو جاي النهارده عشان يثبت لاحمد انه اغبى انسان على وجه الارض. أنا آسفة جدا جدا إن اتأخرت عليك، بس كنت محتارة ألبس إيه بصراحة. زي القمر. ميرسي. أحمد، ممكن أسألك على حاجة؟ طبعا. هو أنا يعني عايزة أعرف أتعامل إزاي، أقعد إزاي، أتكلم أقول إيه؟ حبيبتي انت قلقانه كده ليه؟ اتعاملي على طبيعتك. أيوه صح. طب استنى، بص أنا جبت الطنط دي. الله، تحفه. بجد؟ انت جبتيها امتى اصلا؟ ده أنا جايباها من واحنا مخطوبين عشان أديها. طب يلا عشان ما نتاخرش، ولا نخلينا النهارده؟ اتحرك. ايوه يا سيدي، انت فين دلوقتي؟ يا حبيبي مستنيينك على الشارع من بره اهو. والله؟ طيب تمام، انا خارج لك اهو.
يلا سلام. فاكر لما كنا في العين السخنة ووعدتني ان انت هتاخدني الكافيه بتاعكم؟ اديني جبت اهو. هو قهوه ولا كافيه؟ قهوة؟ قهوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو كريم نايم ولا ايه؟ نام من شوية. بصي يا ستي بقى، انا جبت عصير وفواكه وحلويات. حلو كده؟ حلو كده. قال انت يا حنان فرحانة قوي ومزقططة كده ليه؟ عشان مرات أحمد جاية النهاردة. مش سلفتي يا ماما وبنت ناس. وهند كانت بنت ايه؟ ايه اللي جاب سيرة هند دلوقتي؟ أنا اللي جبت سيرتها. يعني لو كانت هند اللي جاية ما كنتش هزيتي طولك ونزلتي جبتي الحاجات دي كلها. العيط في الفايت نقصان عقل. ايه؟ الملاف الساعة دي يا اختي. ما اقصدش والله يا ماما، بس يعني هو المثل جه كده في دماغي فقلت اقوله. ولا تقصدي؟ كنا نروح نلعب كوره بقى هناك. يا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك حبيبي؟ اهلا يا ليلى. ازيك يا استاذ عادل؟ كان نفسي اشوفك من زمان على فكرة. مراتك زي القمر ما شاء الله يا ابو حميد. انت بركب بس وبعكسها في العربيه. لا انا حاسب على بضاعه كده 10 دقايق وبحصلكم. خلاص على راحتك يا حبيبي، بس ما تاخرش. اتفقنا. ماشي يا معلم. فرصة سعيدة يا استاذ عادل. لا استاذ ايه بقى، احنا اهل ولا ايه يا عم احمد؟ ايوه ماشي عادي. ماشي، مع الف سلامه. اهلا، ازيك يا احمد؟ اتفضل. ازيك يا حنان؟ اتفضلي يا ليلى. ازيك يا ليلى؟ معلش مش هقدر ابوسك، عندي برد. سلامتك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا احمد؟ ازيك؟ خد. عمو. اهلا يا كيمو. بس جبت لك ايه بقى؟ اقعدي يا حبيبتي. اتفضلي. انت المرة دي ما نسيتش تجيب الشوكولاتة وهي عمو. اهو ما انا ما نسيتش اهو. قلت بقى شكرا يا عمو. شكرا يا عمو. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انا كريم. انت عارف انا مين يا كريم؟ انت مرات عم احمد الجديدة. هو انت بطل طنط هند؟ تعالى يا كريم، تعالى يا روحي. هي ماما نايمه ولا ايه يا حنان؟ مريحة شوية، 5 دقايق وهتكون يعني هتيجي معانا. اهي ماما جت اهي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امي؟ ليلى مراتي يا حبيبتي. ازاي حضرتك يا طنط؟ اهلا. معلش احنا الزيارة بتاعتنا اتأخرت شوية. أنا كنت عايزة أجي لحضرتك من بدري، بس أحمد بقى هو اللي كان بيأجل دايما الحكاية دي. عارفة قلبه قسي اليومين اللي فاتوا دول. تحبي تشرب ايه يا احمد؟ عندنا كل حاجة. وانت يا ليلى؟ كل حاجة أنا عاملاها فريش. أي حاجة. اعملي لنا شاي يا حنان، وحش الشاي بتاعك. بس كده شاي، وهجيب لك عصير يعجب ليلى. تعالى تعالى يا كريم. لا انا مع عمو. تعالى بس بقى. ازيك يا ام عادل؟ وحشتيني. والله انا كويسة. ازيك انت؟ الحمد لله حبيبتي، كله تمام. انا وليلى جينا نعملها لك مفاجاه كده عشان وحشتينا يعني، مع اني قلت لعادل ان احنا جايين. وماله؟ بيتك، تيجي في اي وقت. اخبار الجواز ايه يا عروسة؟ مبسوطة من احمد؟ والله يا طنط أحمد أحسن واحد في الدنيا، يا رب بس هو اللي يكون مبسوط معايا. هو اللي جاوب بقى. وانت الصحه اخبارها يا امي؟ فضل ونعمة، اللي ربنا يحكم بيه لازم نرضى بيه. اتفضلي يا طنط، أنا كنت جايباها لحضرتك من زمان. من زمان؟ شكرا. بس من زمان من امتى يعني؟ ده انتوا اتخطبتوا واتجوزتوا في قعدة وقومة. معلش يا حبيبتي، هو ده بس اللي كان مزعل ماما، يعني كل حاجه جت بسرعه. ربنا ما يجيب زعل بقى يا ماما. وبعدين ما هو الجواز اسمه نصيب، جه بسرعه ولا جه على مهله، المهم ان انتوا اتجوزتوا فرحانين. معلش يا بنتي، مش قادرة ابان عكس ما انا حاسة، اصل زعلانة منه قوي. معلش يا طنط، واحنا جايين دلوقتي عشان نصالحك. انت تصالحيني ليه؟ انت لا ظلمتي حد وكسرتي قلبه، ولا اتخطفتي من حضني ورحتي اتجوزتي بطولك زي ما هو عمل. خلاص بقى يا ماما، ما يبقاش قلبك اسود.
ربنا يعافينا يا بنتي من سواد القلب وغشوميته. اصل يا بنتي البني ادم لما قلبه يقسى ويدوس على اللي بيحبوه ما تستنيش منه حاجه بقى. ادي الشاي وصل والعصير كمان. لسه مديك يا حنان. اتفضل يا احمد. بما انك قاعده قدامي دلوقتي تسمحي لي اسالك على حاجه؟ اتفضلي طبعا. لما احمد جه يطلب ايدك وكان بطوله كده، ده ما خلاكوش تساله هو جاي لوحده ليه؟ اهله ما جوش معاه ليه ولا ده عادي عندكم؟ خلاص بقى يا ام عادل، احمد عندنا وعروسته، يعني خلينا نفرح بيهم، وليلى بقت واحده مننا. والله يا طنط احنا كنا هنيجي لحضرتك على طول بعد الفرح، بس عيا بابايا هو اللي عطلنا. سلامته. الحقيقه انا لما عرفت كان المفروض اجي مع حنان ومروه، بس لقيت مجيتي هتبقى تقيله حبتين. ما خلاص بقى يا ماما. عايزني اسكت يا احمد؟ حاضر هسكت. اقول لك على حاجه كمان، انا هقوم اخش اوضتي عشان ما اقولش كلام ما يعجبكش. بعد اذنك يا بنتي. يلا يا حنان. دي ست الحبايب بقى وتعمل اللي هي عايزاه يا احمد. هتيجوا تاني طيب يا احمد؟ ان شاء الله يا حبيبتي. انا ما كنتش متخيل ان ماما تعمل كده. انا اسف. العجيب ان مامتك بتحاسبني على حاجه انا اصلا ماليش دعوه بيها. بلاش هزوريها برضه يا ليلى. ابنها اتجوز ما حضرتش فرحه. بقول لك ايه والنبي بلاش مبررات فارغه. انا اتهنت. انا اول مره احس ان انا شخص غير مرغوب فيه. يا اخي كنت قولي ما تجيش احسن. ازاي بس انت طلبت مني الموضوع ده 100 مره؟ عشان كده بقى كنت بترفض، وعشان كده كمان خدت اخوك عادل واحنا رايحين. دلوقتي انا فهمت. معلش يا ليلى، انا برضه ما كنتش اعرف ان هي تعمل كده. تقفل الباب في وشي وتقفل الباب على نفسها وتسيبني وتقوم، منتهى قله الذوق الصراحه. ليلى لو سمحتي اتكلمي كويس، تتكلمي على امي. امال اللي عملته ده تسميه ايه؟ اسميني قلبها اتحرق على ابنها ان هو اتجوز واحده هي اصلا ما تعرفهاش. لا بقى مش خلاص على فكره، وانا اصلا غلطانه ان انا طلبت اروح عندكم البيت. انا قلت يمكن لما اعملهم كويس يعملونا باسلوب محترم ويوافقوا على الجواز، بس واضح ان الاسلوب ده ما ينفعش مع كل الناس. قصدك ايه؟ قصدي اللي انت فهمته. بتتكلمي على الاسلوب وده اسلوب محترم تتكلمي بيه عن اهلي؟ على فكره بقى هم مش موافقين ولا عمرهم كانوا هيوافقوا على الجوازه دي. قصدك انت بقى ايه؟ ما ترد عليا. تقصد ايه بانهم مش هيوافقوا ان احنا نتجوز دي؟ ليلى من فضلك بلاش نتكلم دلوقتي. انا بقى عايزه اتكلم دلوقتي. ممكن ترد عليا وتكلمني زي ما بكلمك؟ ارحميني بقى وقدري اللي انا فيه. يعني ايه ارحمك؟ انا كنت عملت لك ايه؟ كل ده عشان رحت لمامتك عشان ترضى عنك انت؟ ترضى عني؟ وانت فاكره لما تجيبي لها خاتم فتاخدك في حضنها وتطبطب عليكي؟ من فضلك ما تخافش اللي انا بعمله. الوضع اللي احنا فيه اصلا كله سخيف. يا سلام. طب ومستمر في ليه يا حبيبي لما هو سخيف قوي كده ومش عاجبك؟ صح. انا اللي كبرنا اكمل حياه فرضت عليا اصلا. فرضت عليك؟ مش انت اللي بتحبني اصلا؟ ما ترد انت اتجوزتني ليه؟ عايز تعرفي اتجوزتك ليه؟ عشان ابوكي هددني ان هو يقتل خطيبتي، ده بعد ما حرق القهوه. كذاب طبعا. انا ابويا مش ممكن يعمل كده. خلاص روح اسال ابوكي. انت كذاب. روح اساليه. بس مش عاوزه ولا كلمه. لا يا ماما انتي غلطانه. الصبح واحنا بنفطر عادل قالك لو مش عايزاهم يجوا قولي، وانتي قلتي له خليهم يجوا. يبقى انتي غلطانه قوي. عملتي كده ليه؟ ايه يا مروه؟ بعد العمر ده هتعلموني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ يا ماما ما نقصدش والله، بس احمد بقى شكله صغير قوي قدام مراته. عشان احمد صغير قدامي يا حنان. عادل لو عرف كده هيزعل جدا. المفروض ايه؟ يجي يديني قلمين يا ست مروه؟ خلاص بقى انت وهي. يلا خلي ماما تستريح. يلا حنان، يلا مروه. ما قدرتش يا عادل، ما قدرتش امسك نفسي. اول ما شفته حسيت ان الدم بيغلي في راسي. كنت عايزه اضربه واقول له هان عليك،
هان عليك تعمل فرحك من غيري، بس صعبت عليا نفسي، حتى دي ما قدرتش انطقها. ولما حسيت اني ممكن اقول كلام يتحسب عليا ويزعل اخوك، دخلت اوضتي وقفلت عليا الباب. خلاص بقى يا ام عادل، وحياتي عندك ما تزعلي نفسك. انت هتكلمه؟ لو عايزاني اكلمه هكلمه. ايوه، قول له المفروض كنت اعمل قد اللي عملته ده 10 مرات قصاد اللي هو عمله. معاك حق، بس ذنبها ايه بقى بنت الناس اللي نزلت من بيتنا زعلانه دي؟ الناس اللي خدوه بطوله كده وجوزوه بنتهم ما سألوش عن امه ولا عن اهله، دول ناس. ايه ده؟ مالك يا ليلى؟ مالك فيك ايه؟ بتجري كده ليه؟ انت هددت احمد ان انت تقتل خطيبته لو ما اتجوزنيش؟ انت ما بتردش ليه؟ ما سمعتنيش؟ انت خليته يتجوزني بالعافيه؟ انا هفهمك، يعني اهدي بس. انت مجنون، انت مجنون. عيب يا ليلى. انت ازاي عملت فيا كده؟ ازاي قدرت؟ انا حبيت اساعدك، اجوزك اللي انت بتحبيه. بتحرق وتهدد بالقتل وانت بتفكر بالحب. يا ريتني كنت مت قبل ما تعمل فيا كده. اللي انت عملته ده اخطر حاجه ممكن حد يعملها في الدنيا كلها. انا بكرهك، بكرهك يا بابا، انا بكرهك. أنا مش مصدق إنك عملت كده. بوظت حياتك وبوظت حياتي أنا كمان. ليا حق تكرهك، وأنا كمان بكرهك. حقك عليا، والله العظيم ما كنت اعرف. بابا عمل كل ده من ورايا. أنا متأكد إن ملكيش علاقة باللي حصل. وأنا ما كنتش عايز أقول لك أي حاجة، بس أنت اللي ضغطتي عليا. ليه قعدت؟ ليه استنيت جنبي؟ كان ممكن قوي انك تمشي بعد الفرح، خصوصا بعد اللي حصل لبابا. ايه اللي خلاك تستنى يا احمد؟ انا اسفه. أنت ما عملتيش حاجة عشان تعتذري. بارك الله لهما، بارك الله لهما، وبارك عليهما، وبارك عليهما، وجمع بينهم في خير، وجمع بينهم في خير. بارك الله لهما، بارك الله لهما، وبارك عليهما، وبارك عليهما، وجمع بينهم في خير، وجمع بينهم في خير. بارك الله لهما، بارك الله لهما، وبارك عليهما، وبارك عليهما، وجمع بينهم في خير، وجمع بينهم في خير.
ايه اللي جابك؟ جيت عشان اشوفك. وبعدين؟ انا مش هينفع اقول اي كلام دلوقتي، وفي نفس الوقت مش هينفع اقول لك انا اسف. ايه؟ ندمت؟ ان في حاجات كتير حصلت انت ما تعرفيهاش. في حاجات اكتر مبقاش ينفع ترجع زي الاول. ما ينفعش تسيب اختك في وقت زي ده لوحدها، اتفضلي معايا. ما كانش صح ابدا ان انا اخرج والاقيكي واقفه معاها بتتكلمي. تعالي معايا عشان نجهزها لها الفرح. ابتسمي. ألف عشان الناس بتبص لنا. تعالي. انا خلاص ما عنديش كلام تاني، ممكن بقى تسيبيني امشي؟ مصطفى مش هسيبك تمشي غير لما تقولي انت عملت كده ليه بالظبط. عشان بصراحه بقى كل واحد لازم يعرف مصلحته فين ويدور عليها. وانت بقى فين مصلحتك؟ فين مصلحتك في خراب شركة ابوك؟ ولا انت عايز تعمل اي حاجة تغيظوا بيها وخلاص؟ استفدت ايه لما قلت لها؟ مالكش دعوة بيها، بصلي انا هنا. معلش بقى ده بيزنس يا ماما، ملوش علاقه بالقرابه والعواطف. انا خلصت صفقه وخدت عليها كوميشن بس. وانت محتاج فلوس يا مصطفى؟ ابن سعيد الكومي يغدر بابوه علشان ياخد عمولة؟ انا ما غدرتش بحد، وبعدين مين قال لك ان انا مش محتاج فلوس؟ انا حسابي في البنك تقريبا ولا حاجه، كل حاجه باسمه هو، طول عمره اناني. لازم هو اللي يملك كل حاجه عشان يقدر يتحكم في الناس براحته، واخرتها راح جاب حته عيل صايع وخلاه اهم مني في الشركه وجوزه بنته كمان. وبعدين انت بتلوميني على ايه؟ انت نفسك سبتي مصر وسبتي ولادك 20 سنه وبقيتي بالنسبه لهم ميته عشان خايفه من جبروته. لا يا مصطفى لا، الموقف متغير خالص. انا وسعيد كنا متجوزين واختلفنا واتطلقنا، انما انت ابنه وهو ابوك، وهيفضل طول عمرك اسمك مصطفى الكومي. انا عارفه ان سعيد بيضايقك كتير، انما اللي انت عملته ده غلط قوي يا مصطفى. وبعدين انت ازاي تقرب اللي اسمها هند دي منك؟ ايه عايز تغيظ ليلى، ولا عايز تنتقم من احمد، ولا عايز تخرب بيت ابوك، ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا خايفه عليك قوي يا مصطفى من تصرفاتك دي. وانا كمان خايفه عليك، مشان هيك قلت لخالتي كرمال الله سامحني مصطفى، والله خفت عمو سعيد يعرف. وانت مش كنتي موافقه من الاول؟ ايه اللي حصل؟ فجاه بقيتي بتخافي عليا وشايفه كل حاجه بعملها غلط في غلط؟ ولا يمكن عشان ما اتفقتش معاكي على نسبتك في العموله؟ مصطفى خد بالك من كلامك. انا وافقت على كل شيء بدك اياه كرمال سبب واحد بس، ابدا من كرمال المصاري. اللي هو ايه السبب ده؟ اني بحبك. بحبك.
الحمد لله على السلامه يا ليلى. الله يسلمك. مدام ليلى عند باباها، حضرتك تؤمر بحاجه؟ لا شكرا. احمد جيت امتى؟ لسه جاي حالا. طب قول لي بقى، انت جيت عشان ولا نسيت حاجه جاي تاخدها؟ بابا عامل ايه؟ كان تعبان قوي ومنهار من بعد الخناقه اللي حصل، بس الحمد لله انا صالحته ولسه جاي من عنده دلوقتي بقى احسن. الحمد لله. انا اسفه قوي على اللي بابا عمله، واسفه كمان على الكلام اللي قلته على مامتك. انت ما تعتذريش عن حاجه انت مالكيش ذنب فيها، ولا كنت تعرفي اي حاجه عنها. انا اللي اسف على العصبيه يعني، معلش بقى. لا ما تعتذرش خالص. ممكن اطلب منك طلب؟ قبل ما تطلبي، وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. ممكن تسامح بابا على اللي عمله عشان خاطري؟ انا بحبك قوي وما اقدرش اعيش من غيرك. ممكن تخليك معايا ما تسيبنيش تاني؟ والله العظيم انا هحاول اساعدك. انا بحبك قوي. وانا كمان. والله الاكل يجنن يا ليلى. بس عشان زي ما بيقولوا بكدب خيبه، هو مش انا اللي عامله الاكل ده، بس والله العظيم انا اللي عملت الشوربه اللي عجبتكم في الاول. قول لهم يا احمد. الشوربه طعمها حلو جدا الشوربه. عارف يا احمد، احنا المفروض يعني كنا جينا زرناكم من زمان، بس الحمد لله ادينا جينا. على فكره بقى، انا اول ما احمد قال لي ان انتوا جايين كنت مبسوطه جدا وطايره من الفرح، ما كنتش عارفه اعمل لكم ايه ولا ايه. يا رب تكونوا انبسطتوا. ده من ذوقك بس يا ليلى. سفرة دايما يا ابو حميد، دايما عامر. دوم عزك يا ابو كريم. وتيجي نطلع جنينه شويه. يلا انا كمان كنت عايزك في حاجه. تعالى. مش محتاجه حساب يا عم، انت كده ليك في ذمتي 22,000 جنيه. بتوع ايه دول؟ ايه اللي بتوع ايه؟ نصيبك في قهوه ابوك. دي القهوه بتجيب كام في اليوم لو تعدون؟ لا الحمد لله، احنا ساعات بقينا بنعدي ال 500 جنيه. لا يا راجل. والله. طب خلاص يبقى كده ليا اكتر، 22 ونص. انت هتطمع ولا ايه؟ بص يا عبدوله، القهوه دي لو اشتغلت 100 مليون سنه مش هاخد منها ولا مليم. ليه بقى ان شاء الله؟ بنتاجر في المخدرات ولا ايه؟ يا عم لا سمح الله، بس انا خدت حقي منك خلاص. كفايه تعبك معايا انا وامك واختك. اقول لك على حاجه، الفلوس اللي محرك دي اديها لامك. انا مبسوطه جدا ان انتوا جيتوا. تعالي بقى نقعد نرغي زي الستات كده ونقعد ننام. يا ريت. اتفضلي. بجد بس كانت ناقصه كريم، ليه ما جبتوش معاكم؟ والله يا ليلى هو كان هيتجنن ويجي، بس عارفه ما كناش هنعرف نقعد نتكلم كلمتين كده على بعض، كان كل حاجه هتلاقيها متكسره. فده يكسر الدنيا كلها مش مهم. والله انت قمر يا ليلى. هو انت عملت ايه مع مصطفى في مراتك ده؟ عرفتش ايه اللي حصل عند هند واهلها؟ لا عادي، ما اعرفش اي حاجه. ومراتك عرفت؟ انا قلت لها. وقالت لك ايه بقى؟ تقول ايه؟ ما لقيتش حاجه. طبعا طنط مامة احمد ما تعرفش ان انتوا جايين هنا، انتوا جايين من وراها صح؟ بصراحه عارفه يا ليلى، ماما على قد ما تبان يعني ان هي قويه وكده، لكن والله جواها طيب. انت عارفه ان انا متجوزه وقاعده معاها بقالي سنين يعني. ايوه احمد قال لي فعلا. تحبي نروح نقعد معاهم ولا خلينا قاعدين هنا احسن؟ لا نروح نقعد معاهم، بس ممكن اخش الحمام الاول؟ طب انا هسبقك، حصليني على خلاص وانا هحسبك. يا اخي مش قادر اصدق مصطفى ده. اشمعنى هند بالذات؟ وبعدين ما كانت قدامه طول الوقت حتى واحنا مع بعض، اشمعنى دلوقتي؟ اكيد عمل كده عشان يضايقني عادل.
هو انا متاكد طبعا ان مصطفى نفسه يضايقك اخر حاجه، بس يعني مش واحد بيتجوز واحده عشان يضايق واحد تاني. اكيد حبها. ما اظنش. بس برضه اللي مضايقني هند، ازاي توافق اصلا؟ الله، ده انت بتغير بقى. الموضوع مش موضوع غير عادي. انت عارف انا بحب هند قد ايه؟ لولا الظروف اللي حصلت دي كان زمان انا وهي عايشين مع بعض دلوقتي. هو انا متاكد طبعا ان مصطفى نفسه يضايقك اخر حاجه، بس يعني مش واحد بيتجوز واحده عشان يضايق واحد تاني. اكيد حبها. ما اظنش. بس برضه اللي مضايقني هند، ازاي توافق اصلا؟ الله، ده انت بتغير بقى. الموضوع مش موضوع غير عادي. انت عارف انا بحب هند قد ايه؟ لولا الظروف اللي حصلت دي كان زمان انا وهي عايشين مع بعض دلوقتي. طب والست اللي جوه دي ليلى؟ ليلى دي حاجه تانية عادل. مشفتش منها اي حاجه وحشه. عمري ما هسيبها ولا ابعد عنها. انا بصراحه كل ما احس ان انا فهمتك ارجع الاقي نفسي مش فاهم ولا اي حاجه. انا نفسي مش فاهم حاجه. اللي مربي قرد عارف لعبه يا بنت بطني. لو انت واخده قرار في موضوع مصطفى ده ما كانش ده يبقى حالك. يعني ايه بقى؟ يعني ما شفتكيش وقفتي وقلتي بعلو وحسك هتجوزه، يعني هتجوزه واللي يحصل يحصل، زي ما كنت بسمعها زمان. زمان زي ما انت قلتي. زمان ودلوقتي ده نزنز ملوش اخر. يعني انا اعمل ايه عشان اقنعكم ان احمد ما بقاش شاغلني؟ بس انت لسه شغلاه. الاستاذ اول ما شم خبر ان انت مصطفى تقدم لك ما قدرش يصبر، اتكلم قرب الفجر عاوز يتقص. ايه؟ احمد اتكلم؟ ليه؟ وبابا ازاي يرد عليه اصلا؟ انا اللي رديت عليه، وبعدين باباك يكلمه. في ايه؟ انت ما تفهميش. جوز اختك قال له ان مصطفى تقدم لك، حب يفهم. لك ايه؟ ابوكي على اخره. هو انا غلطانه اني قلت لك ولا ايه؟ ماما لو سمحت سيبيني اعدي. بابا ازاي احمد يكلمك وترد عليه؟ ازاي تسيبه يسالك عن حاجه تخصني؟ انت قلت لها ليه؟ هي ناقصه وش؟ يا بابا لو سمحت رد عليا، ممكن اعرف ايه اللي دار بينك وبينه بالظبط؟ انت بتستجوبيني ولا ايه؟ الراجل سمع ان مصطفى ده هيتقدم لك فكان بيسال يعني. هو ليه ايه عندنا عشان يسال؟ عايز مني ايه؟ محدش عايز منك حاجه يا هند، محدش عايز منك حاجه، ويا ريت تعتبر المكالمه دي كلها ما حصلتش. وامتى ربنا يخلصني من الموال اللي ملوش اخر ده بقى؟ يا رب. ممكن اعرف بقى انت استفدتي ايه من انك تفتحي معاه الموضوع؟ طلعيني عيله قدامه؟ نورت عبدول. ربنا يخليك يا ابو حميد، ما حرمش منك ابدا ودايما عامر. ميرسي جدا يا ليلى، بجد كان يوم حلو قوي. والله شرفتونا ونورتونا. بصي لي كريمه حنان والنبي. حاضر يا احمد. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. تصبح على خير. تمنى احمد. شرفت يا دودو. ربنا يخليك يا ابو حميد. خليك يا حبيبي خليك. مع السلامه. مع الف سلامه. شكرا يا حبيبتي على استقبالك لعادل وحنان. يا حنان ضايقتك في حاجه ولا حاجه؟ امال ليه موتك اتقلب في وسط القعده كده؟ مفيش حاجة، تعبانة بس شوية. هطلع انام. تصبح على خير. انت من اهله. ليلى ما تخلي مؤمن هو اللي يسوق. لا ربنا يخليك يا دادا، انا رايحة مشوار مش عايزة حد يعرف انا رايحة فين. هقلق عليكي. لا ما تقلقيش ما تخافيش. يا رب استر. ازيك يا دادا؟ مش هتقولي اتفضل؟
مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. ممكن نقعد في حته لوحدنا نتكلم شويه؟ اتفضل. انا فكرت كتير قوي قبل ما اجيلك. معلش سامحيني انا مرتبكه شويه. انا اصلا مش مصدقه اني جيت لغايه هنا وازاي رجلي شالتني. مش عارفه جيت ازاي، ومش عارفه كمان انتي ممكن تفكري فيا ايه. مريم سيبي اللي في ايدك ده، خشي اعملي شاي لاختك والضيفه اللي معاها. هي مين الضيفه دي؟ وطي صوتك، معرفش. يلا. حاضر. انت جايه هنا عشان تقولي لي ان جوزك لسه بيحبني؟ وانا ايه؟ المفروض ان انا افرح بالمعلومه دي؟ احمد اللي انت اتجوزتيه ده ما بقاش يهمني في اي حاجه. يحبني يكرهني ما تفرقش. انت مش فاهمه حاجه. ممكن تسمعيني الاول؟ اسمع ايه؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه بالظبط. انت عرفتي ان مصطفى اتقدم لي، مش هو ده اللي جابك؟ يعني تفتكري ان انا جايه اقول لك جوزي بيحبك عشان امنع جوازك من مصطفى؟ بذمه ده كلام منطقي يعني؟ امال انت جايه تقولي لي الكلام ده ليه؟ جايه عشان اصحح وضع غلط. انا ماليش ذنب فيه، ولا انت ولا احمد. احمد اتجوزني غصب عنه عشان يحميك يا هند. يحميني؟ ايوه، يحميكي من بابا. بابا عرف ان انا يعني معجبه باحمد، وانتوا ما كنتوش قايلين في الشركه انكم مخطوبين عشان الرولز بتاعت الشركه. فبابا قرر ان هو يجوزني احمد، وقال له وعرض عليه، واحمد رفض عشان بيحبك. بس بابا كان مصمم، واغرى احمد بحاجات كتير قوي انه يشاركه مثلا. بس احمد برضه مرضيش، فبدأ بابا يخوف احمد وحرق له القهوه، وهدده كمان انه ممكن يأذيك يا هند. يعني جواز بالاكراه. احمد ما خانكيش ولا باعك يا هند عشان يتجوز واحده غنيه. هو بس حاول يوصلك كده. اللي انت بتقوليه ده ما يدخلش دماغ عيله صغيره. واحده زيك في جمالك وبنت اغنى واحد في مصر ترضى تتجوز بالطريقه دي؟ واللي ما تعرفوش كمان ان انا بحب احمد قوي، اكتر مما ممكن تتصوري، واكتر مما هو ممكن يتخيل. بس كمان انا عارفه انه بيحبك انت. المفروض بقى اعمل ايه بعد الكلام اللي انت قلتيه ده؟ اعيط اتحسر على حياتي اللي باظت بسببك انت وابوكي، وارفض اتجوز مصطفى؟ صح؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ مش ده اللي انت خططتيه مع ابوكي؟ طبعا مش ده. ممكن تسمعيني؟ كفايه بقى. انتوا ايه؟ ما بتزهقوش باللعب بمشاعر الناس؟ اسمعيني بقى ارجوكي. احمد يوم فرحنا عرف اكبر سر في حياتي، ومع ذلك ما باعنيش ولا فضحني انا واهلي ولا سابني ولا تخلى عني. فضل جنبي راجل شهم محترم. سر ايه؟ ان انا عندي مرض خطير وملوش علاج.
انا عندي ايدز، وعشان كل اللي فات ده انا جاي عايزاكي تتجوزي يا احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دي هند؟ دي ليلى الكومي يا بابا، مرات أحمد. عارف، أنا كنت كل يوم لما أصحى الصبح أقعد شوية عشان أجمع اللي حصل. بيتهيألي إن ده كابوس، وأنا هصحى ألاقي إن إحنا لسه مع بعض ومستنيين يوم جوازنا. لازم ليه ما قلتليش؟ كان من حقي إن أنا أعرف. كنت خايف عليكي. أنت تخليت عني، ما اديتنيش فرصة إن أنا أقف معاك. حسبتها غلط يا أحمد، حسبتها غلط لما ما فكرتش إنك تسيبني. ده ممكن يعمل فيا إيه؟ فاهم، وعشان كده عذرتك. وأنا كنت عايزة أنتقم منك، عشان كده كنت هتجوز مصطفى. كنت عايزة أفضل قدامك لآخر العمر. باش نتكلم في الموضوع ده. أحمد، أنا كنت مع مصطفى في كل خطوة وهو بيغير مكان خط الإنتاج. أنا كنت الوسيط بينه وبين الشركة الألمانية. أنا ما أعرفش عملت كده ليه بالظبط، ما أعرفش عشان أقرب منك ولا عشان بوظ لك حياتك، مش عارفة. أنت ما بتتكلمش ليه؟ اتكلم اقول ايه؟ اقول لك انك غلطتي؟ بسبب مين؟ معرفش، وده مش ده المهم، المهم انك غلطتي وخلاص. لا مش خلاص، بسببك. أنا عمري ما كنت الشخص ده، عمري ما غدرت بحد وضربته في ظهري. ايوه بس انا وقتها ما كانش ينفع اقول لك، وانت عرفتي دلوقتي. دلوقتي عرفت، وقتها ما كنتش أعرف. أنت حرمتني من إن أختار. غلطتي. أنا نفسي نرجع زي زمان. نقدر. وانا ايه اللي يخليني اقابل ابني بره البيت يا عادل؟ ما تفهمني. يا ستي هو اللي مصمم اي مكان ما عدا البيت، انا مالي. تعالي بس اهو ابنك اهو، افهمي منه اللي انت عايزاه. ازيك يا عبد؟ ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا امي؟ ازيك يا حبيبي؟ تعالي اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ماما اتفضلي. امك هرياني اسئله من ساعه ما خرجنا من البيت. احمد عايزني في ايه واشمعنى بره البيت؟ طب اهدى بس وانا هجاوبكم على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. اخر مره قعدت في مكان زي ده كان مع ابوك الله يرحمه. تكونوش جايبيني هنا تفكروني بالذي مضى. لا لا انا قلت بس يعني نيجي نتكلم هنا في الروقان كده بعيد عن الدوشه، عشان عايزك في موضوع مهم. يعني مش عايز حنان ترمي كلمه مره وترمي كلمه يعني. ايه بقى الموضوع المهم ده؟ لا ما تبصليش البصه دي، والله العظيم ما اعرف اي حاجه زيك بالظبط. اسال ابنك. ما تتكلم يا احمد. حاضر يا عادل، بس نشرب حاجه الاول. انا مش عايزه اشرب حاجه، انا عايزه افهم انت جايبني هنا ليه؟ يا ماما هقول لك يا ماما بس من غير عصبيه. اللهم طولك يا روح. ما دام بتلف وتدور كده يا احمد يبقى الحكايه فيها كارثه. كارثه؟ ما تتكلم يا ابني، قلقتنا.
اتجوز هند. هند؟ لا لا وكتاب الله انا مش ناقصه جنيه. هند مين دي بقى اللي هتتجوزها؟ استني بس يا امي، هند بنت عم امين اللي انت كنت خاطبها؟ اه يا عادل هي هند، وانا اعرف هند غيرها؟ حسني انت كنت سبتها ليه من الاول؟ يعني انت هتسيب مراتك يا احمد؟ لا طبعا مش سيبها يا عادل. وهي موافقه على الكلام ده؟ لا هي اللي طلبت مني اتجوز هند، وراحت لها البيت كمان. لا هي مراتك حصل لها حاجه في نافوخها عايزاك تتجوز عليها. اقنعتها ازاي بالحكايه دي يا عم احمد؟ ما اقنعتهاش يا عادل، ليلى هي اللي عايزه مني كده. بتقول كلام يتفهم ويخش العقل يا عم احمد. فهمني يا عادل، انا عارف ان الكلام يبان مش منطقي، بس في النهايه ده الطبيعي. انا كان من البدايه لازم اتجوز هند، صح ولا لا؟ لا استنى عندك، ما تكونيش في الكلام. انت مش لاقي حد يقف قدامك يفوقك؟ تعمل كده في بنات الناس ازاي يا احمد؟ الله، مراتك ذنبها ايه؟ وهند اللي ذبحتها بسكينه تلمه ورميتها وفرجت عليها الناس، هتقف قدام اهلها تقول لهم ايه؟ يا رأي يا احمد ما تفوق، انت فاكر نفسك عايش لوحدك؟ يا امي اسمعيني بس، والله العظيم انا زيكم. اتخضيت لما ليلى جت قالت لي ان هي حكت لهند على كل حاجه. كل حاجه اللي هي ايه دي؟ ان انا يعني لسه بحب هند ويعني يا سيدي مش عايزين نعرف التفاصيل. المهم هند بقى موافقه على موضوع الجواز ده؟ اه موافقه. اه يا لهوي على المرستان اللي انت عامله لي يا احمد. تتجوز مرتين ورا بعض كده؟ تخش العقل ازاي دي؟ اعمل ايه بقى يا امي؟ ربنا كاتب لي كده وخلاص. ايه مبروك بقى. ميرسي يا لنا. صحة ومية هنا. ميرسي. لنا طبعا قالت لك انها بنتي مش بنت اختي. طبعا يا فندم. وهي فعلا زي بنتي واكتر كمان. الله يخلي لي اياكي يا رب. علشان كده انا هكلمك بصراحه واقول لك انا بفكر في ايه. من ساعه الدكتوره اخت حضرتك ما اتجوزت سعيد ابو ولادي، وكل الناس بتقول عنها انها طمعانه في فلوسه، والدليل على كده انها قالت له يعمل لها مستشفى. طيب سوري ان انا هقاطع حضرتك. طبعا نرمين اختي وكل حاجه، بس honestly we're a bit different. يعني انا ما اقدرش اقول ان نرمين طمعانه في فلوس سعيد الكومي ولا لا، بس كل اللي انا اقدر اتكلم عنه هو انا. حضرتك ممكن تسالي لنا، انا اتعرض عليا ان انا اشتغل في المستشفى دي وامسكها بنفسي، بس انا ما وافقتش. عارفه ليه انا ما وافقتش يا مدام نبيله؟ ليه؟ عشان ما حدش يتكلم عني زي ما حضرتك بتتكلمي عن نرمين بالظبط. انا الحمد لله في الخليج عملت شويه فلوس كويسه جدا، وبفكر ان انا افتح مركز علاج طبيعي هنا في مصر. حتى انا اتكلمت مع لنا في الموضوع ده كتير. مظبوط. ابراهيم حابب يعمل مركز كتير كبير بمنطقة شيك، بس انه ناطر مين يشاركه او حتى يدعمه. مدام نبيله انا سافرت كتير وقابلت بنات كتيره جدا، بس لنا مختلفه تماما عن اي بنت قابلتها في حياتي. يا رب اقدر اساعدها واعمل لها اللي هي نفسها فيه. يا رب يا رب. طبعا ليهم حق ما يصدقوش. أنا نفسي مش مصدقة لغاية دلوقتي. أنا خايفة يا أحمد لأكون بحلم وأصحى ألاقي كل حاجة رجعت زي الأول. مش كده يا أحمد؟ لا اللي يحصل ده بجد. هنتجوز يا هند. ده أكتر قرار صح احنا خدناه في حياتنا. عايز أقول لك بقى إن أبوكي ده أرجل واحد أنا شفته في حياتي. وعلى فكرة مش قلقان من مامتك ولا رد فعلها خالص. ليلى خليكي معايا ثانية. أنا كنت بعمل شاي، خليك معايا. دي ليلى؟ ليلى. سلم لي عليها. ممكن نقفل دلوقتي؟ أقفل دلوقتي؟ اقفل. يبقى كلمني بعدين. باي باي. طيب يا حبيبتي ماشي. مع السلامة. سماح، هي ليلى فين؟ مدام ليلى خرجت للجنينة. حضرتك تؤمر بحاجة؟
لا شكرا، روح انت. هند بتسلم عليك يا ليلى. الله يسلمها. في يا ليلى؟ في ايه يا احمد؟ مالي؟ في ايه؟ ما انا كويسه اهو. حبيبتي لو انت حاسه ان انت اتسرعتي في القرار اللي انت اخدتيه ده قولي لي. اكيد لا. اكيد القرار اللي انا خدته ده كان اصح قرار وكان لازم يتاخد. طيب انا بحاول اليومين دول اشوف شقه تكون قريبه من هنا عشان يعني على قد ما اقدر ان اكون موجود يعني. بص يا احمد، قرار انك تتجوز هند اكيد قرار صح 100%. انا عارفه طبيعه العلاقه بينكم وعارفه كمان ان انتوا لازم تتجوزوا، بس كمان مش من حقك ان انت تشركني في تفاصيل حياتكم اليوميه. يعني تفاصيل حياتكم اليوميه انا مش لازم اعرفها، مش عايزه اعرف حاجه. انا فاهم، انا كنت قصدي بس ان انا تبقي معايا يعني. لا مش قصدك ولا حاجه، ارجوك سيبني في حالي. مش عايزه حد يشاركني في حاجه. اوكي لو سمحت. انا اسف. انا اسف. ماما ماما. ايوه عندك نشا؟ وعاوزه نشا ليه؟ هعمل لكم رز بلبن. يا رايقه، ده ايه الروقان ده كله؟ وما رقش ليه؟ فرحانه خالص انك هتتجوزي على دره. بس يا ستي يا مامتي حبيبتي، انا هقول لك الحقيقه، انا مش فرحانه، انا فرحانه جدا جدا جدا. انا ما حبيتش حد في حياتي قد احمد. هدفع نص عمري واعرف البنت اللي جات لك وقفلتوا على نفسكم الباب ما تلاقيش قلب حالك كده. يكون عليها سحر هي كمان. تسلم ايديك يا حبيبتي. تسلمي لي. طب تصدقي بالله يا عفاف، لا اله الا الله، انا هقول لك على حاجه اول مره حد يسمعها. انا ما عداش عليا فجر الا لما كنت بدعي لاحمد ابني وهند بنتك ان ربنا يصلح لهم الحال ويرجعوا لبعض تاني. ما هو رجع لها وهو متجوز. والله العظيم انا ما مصدقه اللي بيحصل ده. ده لو في حد سمع ان جوازه ما فاتش عليه 3-4 شهور وقبلها كان فاسخ خطوبته على هند ودلوقتي راجع يتجوزها يقول علينا مهاويس. في دي عندك حق. بجد مش مصدقه اللي ليلى عملته ده. ليلى صلحت وضعها كان غلط. لو النبي. بقول لك ايه يا عفاف، انت عارفه ان انا ما حضرتلوش فرح، ومراته دي ما كنتش عايزه اشوفها خالص، بس بعد اللي عملته انا قلت لا، ما تعملش كده غير واحده عاقله وعارفه هي بتعمل ايه. انا اللي بنتي مهووسه راحت تتجوز على دور. بنتك بتحبه وعايزاه، وما تنسيش بقى يا عفاف انهم مكتوبين لبعض من الاول. مش ناسيه، وده قدرهم يا حبيبتي. مش ناسيه مش ناسيه. بعد اذن حضرتك. اتفضل. تمشي ليه دلوقتي؟ طيب خليك قاعد شويه كمان. معلش يا حبيبتي والله، بس عشان هند واقفه في الشارع بس وكده. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ مفيش، عدى على ماما شويه وبعد كده يجي. مش عايزه انت حاجه؟ لا لا سلامتك، خلي بالك من نفسك. وانت كمان اضحكي. ايه يا حبيبتي كل الحمل اللي انت شايلاه لوحدك ده؟ وبعدين يعني ده قليل الذوق قوي يقول لك كده في وشك انا رايحه اقابل هند. انا ما شفتش كده. هي لا انا عامله ايه وحشتني. بتغيري الموضوع؟ مش عاوزه تسمعيني؟ لا والله انا بقالي كتير ما شفتهاش فبسأل عليها اخبارها ايه يعني عادي. لا انا كويسه. بقت مرتبطه بابراهيم دكتور العلاج الطبيعي اللي كان بيعالج باباكي. دكتور ابراهيم اخو دكتوره نرمين صح؟ امم على فكره الدكتور ده كويس قوي
ونرمين كمان كويسه، بتهيألي يعني مش يمكن دكتور ابراهيم، انا لسه ما حكمتش عليه، لكن رايك في الدكتوره نرمين انا مش عارفه انت جايباها منين. لا يا ماما، من العشره وان انا شايفاها وكده، وشايفه انها ست كويسه واخده بالها ماما. انا مش كل مره هجيلك يا ليلى تحرقي دمي كده. والله العظيم مش قصدي، متزعليش. طيب نشرب قهوه بقى مع بعض زي زمان، وحشني شرب القهوه معاكي. ما تزعليش بقى، دكتوره نرمين وحشه 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 وحشه. خلاص بقى. عشان خاطري بقى، وحشني شرب القهوه معاكي. يا سماح هاتلنا قهوه. كده المطبخ ركب والستاير هتظبطها زي ما انت عايزه. تمام. بس 5 ايام والعفش يجي والشقه تبقى جاهزه. ان شاء الله. بقول لك يا باشمهندس، انا هظبط كل حاجه على الكلام ده. ما تقلقش، الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ فاكر شقتنا القديمة اللي كنا هنتجوز فيها؟ كانتش تيجي ربع مساحة الشقة دي. وقعدنا نلف حوالين نفسنا عشان نجيبها وبعدين عشان نجهزها. برضه ما قدرناش. طب ايه الفرق في اللي كنا بنعمله قبل كده واللي بنعمله دلوقتي؟ انت مش شايف فرق؟ شقة فخمة في حتة شيك، مهندس ديكور، كل حاجة بتخلص كده. انت دلوقتي مبسوطة أكتر؟ لا. زمان كان في حاجة تانية غير اني مبسوطة اننا هنتجوز. كانت حياتنا أروق يا أحمد. الإحساس ده ما بقاش موجود. ربنا يقدرنا ويسعدك. انا مش ملاك يا نرمين، انا زعلانه قوي قوي. يا حبيبتي ما حدش طلب منك تبقي ملاك، اللي انت عملتيه ده صح جدا. ما انا عارفه انه صح جدا. انا مش سليمه. لو كنت سليمه كنت حافظت على احمد، ما كنتش خليته يروح لهند دي تاني ابدا، ولا حتى يفكر فيها. بس المشكله ان العيب من عندي انا، واحمد من حقه ان هو يعيش حياه طبيعيه مع اللي بيحبها. انت اللي عملت في نفسك كده. انت مش عارفه انت مين، كنت عايشه قبله ازاي. خلاص سيبيه، ولو مش عايزه تسيبيه سيبيني امنعه. لا طبعا ما تمنعوش، مش من حقك. ما هو لو اتجوزها مش هيرجع لك. كل اللي بتعمليه ده ملوش ثمن، ببلاش. انت كده بتنتحري وبس. سيبيني بقى اتدخل. ارجوك يا بابا ما تتدخلش في حاجه. عن اذنك انا داخله. معقولة يا سعيد؟ احنا المفروض نقف جنبها مش نهاجمها. بس كفايه من فضلك. كفاية ايه بس يا سعيد؟ بنتك محتاجة لك دلوقتي، في ايه؟ ما عشان بنتي وعايشه في مأساة، انا مش لازم احل مشاكلي بطريقتك ابدا. خلاص حلها بطريقتك انت. عارف انا بحب هند قد ايه؟ لولا الظروف اللي حصلت دي كان زماننا وهي عايشين مع بعض دلوقتي. هند والست اللي جوه دي ليلى. ليلى دي حاجه تانية. شفتش منها اي حاجه وحشه.